صباح الخير عليكم. حابة أتكلم النهاردة عن فكرة تعدد الشغف. والفكرة دي جات لي مؤخرا بسبب إنه ناس كتيرة كانت بتقولك حدد الشغف بتاعك، لازم تبقى عارف إيه شغفك في الحياة عشان لو اشتغلت في حاجة مثلا آم، هي دي شغفك، أو الحاجة اللي أنت بتشتغل عليها دي شغفك بجد، هتكون حياتك يعني أكتر سعادة وكده وبهجة وهكذا. فلحسن الحظ اكتشفت مصطلح اسمه تعدد الشغف، المالتي. يلا بينا نشوف. المالتي passionate person. المالتي passionate person هو شخص ببساطة بيعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. يعني أنا بعرف أغني، أنا بعرف أرسم، بعرف أعمل content، بعرف يعني أتعلم لغات، يعني حاجات كتيرة قوي في بعض. وللأسف لو موظفناهاش صح بتكون يعني تشتت على الفاضي، وطبعا تضييع وقت كتير، لأن أنت مش بتبقى محترف في مجال واحد بس، أنت بتبقى عارف مجالات كتيرة بس في نفس الوقت مش عارف توظفها صح في حياتك. فدلوقتي هوريكوا تشارت. التشارت ده ببساطة بيقسم لكم المواهب اللي عندكم لأقسام. يلا نشرح الكونسبت ده. اسمه ايكي جاي. الكونسبت ده مأخوذ من كتاب ياباني. وايكي جاي معناها things you live for، أو الحاجات اللي انت بتعيش عشانها. فأول حاجة هات ورقة وقلم وقسم الدايرة كده زي ما احنا عملناها. وأول سيكشن وهو what do you love، ايه الحاجات اللي انت بتحبها. تاني section وهو what are you good at، ايه الحاجات اللي انت كويس already فيها او عايز تبقى كويس فيها. تالت section وهو what can you be paid for، ايه الحاجات اللي انت ممكن تجيلك منها مصدر دخل، سواء كان في الحاضر او كانت حاجة مستقبلية. رابع حاجة والأخيرة what the world needs، ودي الحاجة اللي انت ممكن تنفع بيها المجتمع بتاعك او تنفع بيها الكوميونتي اللي حواليك.